السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة إن شاء الله رب العالمين من حلقات قناة الخير، وأتمنى يا رب تكونوا بصحة وسعادة، اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، إن شاء الله رب العالمين هتكلم في دراسة جدوى لميت كتكوت تسمين. طبعا يا أحباب، إحنا الأيام ديت بيتراوح سعر الكتكوت من 14 ل 15 ل 16 جنيه. طبعا ده أقوى الشركات، يعني اقوى شركات واحسن شركات بتبيع بالسعر ده دلوقتي، واخدين بال حضراتكم. طبعا ويفضل انك تجيب شركات وشركه محترمه تكون انت بتثق فيها. انما لو هتجيب الاهالي طبعا بيتراوح سعرهم من 8 ل 9 ل 10 جنيه، وده طبعا حاجات مش مضمونه. يعني طبعا اتمنى انكم تجيبوا شركات طبعا، لانك انت عاوز تكسب مش عاوز تخسر. فأتمنى يا أحباب تجيبوا شركات وشركة كويسة. طيب، يعني بالنسبة للكتكوت طبعا يفضل انك تجيب من مصدر موثوق منه، عشان تشوف معدل تحويل كويس، وهتلاقي الدنيا ماشية معاك كويس. مع طبعا يا أحباب ما تنساش موضوع العلف، لأن موضوع العلف مهم. يعني انك جايب كتكوت مصدره كويس، وجايب نوع كويس، وتجيب علف كويس عشان ربنا سبحانه وتعالى يدي لك معدل تحويل كويس. فده طبعا يعني من الحاجات المهمة جدا جدا في تربية الفراخ في البطاريات او سواء ارضي. فخدوا بالكم انك تجيب كتكوت مصدره كويس ونوع كويس. طبعا انا بحب افضل، يعني في الايام الحاره ديت والجو دوت، بحب افضل الرص. بس طبعا بتجيب شركه محترمه، تاخد بالك انك انت تجيب من شركه محترمه، وتجيب من ناس يعني محترمه تراعي ربنا سبحانه وتعالى في اكل عيش. طيب، ده بالنسبه للكتكوت. سعره طبعا 15 جنيه مثلا، المتوسط سعر الكتكوت 15 جنيه من شركه محترمه. ال 15 جنيه في المية هيدي لك 1500 جنيه، ده سعر الميت كتكوت. طيب هنخش على العلف يا احباب. العلف الكتكوت بياكل له من 3 كيلو ل 3 كيلو وربع، بس الطبيعي لو كتكوت كويس ومصدر كويس هياكل لك 3 كيلو علف. ال3 كيلو علف دولت سعر العلف دلوقتي، بس هو طبعا بيتفاوت من مكان لمكان. سعر العلف من 21 ل 22 جنيه الكيلو. طيب هنقول ال3 كيلو في المية في 100 كتكوت هيدي لك 300 كيلو علف. ال 300 كيلو علف في 21 هيدي لك 6300 جنيه سعر العلف. واخدين بال حضراتكم يا احباب؟ يعني هنقول يبقى 6300 سعر علف، زائد 1500 جنيه اللي هو سعر الكتكوت. خدوا بالكم يا احباب، يفضل انك انت تجيب علف بردك، علف كويس انت واثق فيه وجربته قبل كده، فهيدي لك معدل تحويل كويس. لان اختيارك الكتكوت المثالي من شركة مثالية انت بتتعامل معاها، واختيار العلف الجميل اللي انت ماشي بيه وبيدي لك معدل تحويل كويس، طبعا بيختلف من مكان لمكان يا جماعة، ونوعية العلف. فانا اتمنى ان حضرتك تختار نوع علف كويس، وتتوكل على الله تبدأ الدورة بتاعتك بيه، لانك هتلاقي معدل تحويل كويس في الاخر. طيب نيجي، احنا قلنا دلوقتي سعر العلف 6300 جنيه زائد 1500 جنيه اللي هم سعر الكتكوت، وبعد كده نجمع حساباتنا في الاخر. طيب دلوقتي احنا هنيجي لسه مثلا نطلع اللي هو الكهرباء بتاعتك، طلع المية بتاعتك، طلع الفيتامينات اللي انت صرفتها. يعني بتصرف على الكتكوت كهرباء ومية وفيتامينات مثلا بيتراوح من 5 ل6 جنيه مثلا. 6 جنيه 6 جنيه متوسط، 6 جنيه. ال6 في المية اللي هو عدد الكتاكيت اللي عندك هيدينا 600 جنيه ان شاء الله رب العالمين. هيبقى في 600 جنيه اللي هو متوسط الصرف على الكتكوت، زائد 1500 جنيه كتكوت، زائد 6300 جنيه علف، هيدينا التوتال النهائي 8400 جنيه تكلفة الدورة كلها. واخدين بال حضراتكم يا احباب؟ طيب هنطلع مثلا لا قدر الله نافق من 4 ل 5 في المية.
يعني هنقول 4 فرخات او 5 فرخات مثلا، هيبقوا معاك مثلا 95 فرخ. ال 95 فرخة دولت ان شاء الله رب العالمين هنقول لعمر البيع هيبقى عندك مثلا من 2 كيلو ل 2 كيلو ونص ان شاء الله، وممكن ازيد بفضل الله. واخدين بال حضراتكم؟ يعني العمر 30 يوم بيبقى فيه 2 كيلو و2 كيلو وربع، على عمر 35 يوم بيبقى معاك 2 كيلو ونص وممكن زيادة. وده طبعا يعني ارزاق ربنا سبحانه وتعالى مقسمها. طيب المتوسط هنقول 2 كيلو وربع في 95 كتكوت، 95 فرخ هيدينا 214 كيلو. ال 214 كيلو دولت يا احباب اضربهم مثلا في سعر البورصة النهاردة، يعني سعر البورصة النهاردة عامل 61 جنيه. طيب اضرب ال 61 جنيه في 214 كيلو هيديلك 13054 جنيه. ال 13054 جنيه دولت هنطرحهم من 8400 جنيه سعر الدورة، هيديلك 4654 جنيه مكسب. وان شاء الله ان شاء الله رب العالمين لا تلاقي ازيد ان شاء الله. ده احنا بنقول ده يا جماعه تقريبات ومتوسطات ان شاء الله رب العالمين. وموضوع ارتفاع البورصه وانخفاضها ده برضك عامل في المكسب بالنسبه لك. ولكن يا احباب الطبيعي ان شاء الله رب العالمين عشان توصل للاوزان الجميله اللي بفضل الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله شايفها ديت، لازم انك انت تجيب كتكوت من مصدر موثوق منه زائد علف كويس. الدوره هتمشي معاك وهتبقى زي الفل ان شاء الله رب العالمين. فخدوا بالكم من الحاجات البسيطه ديت، لان الحاجات البسيطه ديت هي اللي بتنجح الدوره. المكان لازم يكون المكان درجة التهوية فيه كويسة، طبعا الجو متجدد دايما على طول، ودرجات الحرارة انت ظابطها في المكان. ان شاء الله ان شاء الله رب العالمين هتتبسط وربنا هيكرمك في الدورة بتاعتك وهتنجح فيها ان شاء الله، والدنيا هتظبط معاك بإذن الله رب العالمين. فأتمنى طبعا التوفيق للجميع والنجاح. فديت يعني كانت دراسة جدوى تقريبية ل100 كتكوت، ان شاء الله رب العالمين تنجح وربنا يرزقك. طبعا اتمنى يا احباب اذا كنتوا اول مرة تتفرجوا عليه في القناة يسعدني ويشرفني الاشتراك في القناة، واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. كان معكم من قناة ابو الخير ابو عبد الهادي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.